ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا عمر عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو ده هيكون اخر فيديو في الانترودكشن سيشنز وبرده في الريسيرش سيشنز، لان هم يعتبر الاثنين يعني نفس الحاجه بالظبط ونفس البلاي ليست يعني. ف والفيديو ده خلاص يعني بعد ما احنا خلص الفيديو ده خلاص احنا هنبتدي بقى ايه في البوستر سيشنز، تمام؟ اللي هي هتكون اصلا اهم سيشنات في الشانل كلها. بس فالفيديو ده بيتكلم دلوقتي انك ازاي تجيب فكره برضو ايه الميثودولوجي اللي انت تمشي عليها، وبرضو ازاي انك يعني لما تشوف البيبر تعرف ان انت تميز هل البيبر دي فعلا هتبقى تفيدك ولا لا، تمام؟ انا بس كنت حابب برضو اقول على شويه نقط قبل ما احنا نخش في الكونتنت بتاع الفيديو، اللي هو ايه هو البوستر. البوستر ده بيبقى عباره عن اللي هو بيبقى فايل بي دي اف كده، بس انت ايه في الاخر انت بتطبعه وبتحطه وراك عادي يعني ايه عشان يبقى وراك والايفالويتور يشوفه. فالبوستر ده بيبقى عبارة عن outcome الحاجة اللي انت اشتغلت عليها طول فترة شغلك في وايسيف. يعني مثلا ازاي؟ مثال، انت مثلا بتذاكر طول السنة علشان ترمي كل مجهودك اللي انت ذاكرته وعافرته طول السنة في ورقة الامتحان، صح؟ ده بالظبط اللي انت بتعمله. هو يعتبر البوستر ده عامل زي ورقة الامتحان، وانت بتجاوب على كل الأسئلة وكل حاجة بتحطها في البوستر، تمام؟ اللي هو بقى كل المعلومات بقى والحاجات اللي انت عارفها والفيجرز بقى والريزلتس وكل حاجة، تمام؟ نقطة كمان، طبعا انت لما بتيجي تشترك في المعرض التمهيدي انت ممكن تخش ببوستر. اه بقول ممكن، لان انت مش شرط انك تخش ببوستر، انت ممكن عادي تخش برزنتيشن وتتأهل، بس يفضل انك تخش ببوستر. وكمان البوستر اللي انت هتخش بيه كده كده البوستر ده هو اضمن لك 100% انه هيكون بوستر مختلف 100% عن البوستر الاخير اللي انت هتعمله، سواء بقى من حيث طريقة الكلام، من حيث اصلا ديزاين، من حيث كل حاجة. لان اصلا البوستر ده انت بيبقى كده كده اصلا هيكون عندك معلومات ناقصة، وفي نفس الوقت مش هيبقى كده كده مش هيبقى معاك ريزلتس، ومش هيبقى معاك بروتايب، مش هيبقى معاك صور تحطها وهكذا، تمام؟ فالبوستر التمهيدي مش شرط ان هو يكون بوستر انفورماتيف، مش شرط ان هو يكون بوستر مليء بالمعلومات، مش شرط ان هو يكون بوستر بروفيشنال. هو انت حرفيا انت بس كل وظيفه البوستر في المرحله التمهيديه ان انت تفهم الايفالويتور الفكره بتاعتك، وان انت تشرحها له بابسط شكل ممكن عشان تتاهل بس. طبعا ده كده كده بقى من المراحل الجايه بقى المعرض المحلي ومعرض الجمهوري الاونلاين والاوفلاين والمعرض الجلوبال ان شاء الله. انت ايه بتبتدي تطور في البوستر بتاعك لحد ما ايه توصل للنسخه الاخيره، واللي هي هتكون بقى اهم نسخه في البوستر، اللي هي النسخه دي. دي كانت اخر نسخه عندنا في البوستر اللي هو الجمهوري الاوفلاين. هو احنا بس ده مختلف شويه عن الجمهوري الاوفلاين، لان هو الجمهوري الاوفلاين احنا كنا حاطين، بس احنا كنا مستخدمين ماتيريالز غير الموجوده دي. فاحنا بس احنا جددناه وحطينا ماتيريالز جديده، وهو حرفيا نفس الديزاين ونفس كل حاجه يعني، تمام؟ انت اصلا من اول بقى المعرض المحلي لحد اخر معرض خالص البوستر ده بقى بيكون اهم حاجه في الشغل بتاعك كله، لان هو دي طريقه تواصل بينك وبين الاولويتور. لان هو طبعا هو لو مثلا انت قصدي هو لو حابب يسالك فانت بتستدل باجاباتك عن طريق البوستر، وبرضه عن طريق السيتيشن اللي احنا لسه هنتكلم عنه في نفس الفيديو قدام، تمام؟ فالبوستر كده كده ايه ان شاء الله هيبقى ليه سيشناته الخاصه واللي احنا هنتكلم برضو عنها بكل التفصيل، وشرح كل سيكشن، وازاي انت اللي تصمم الفيجر، لان اصلا الفيجر ده اكيد مش هتلاقيه جاهز على النت، فانت اللي بتصممه. هكذا الفيجر ده اصلا مثلا كان موجود بس انا شلت منه حاجات وركبت عليه حاجات، هكذا. ويعني بس كده، ودي ايه دي البيبر ورك بتاعتك لما انت تيجي تتأهل ان شاء الله. بيبقى في بيبر ورك انت بتملاها، بتحط فيها الابستراكت بتاعتك، وهنا والبروجكت تايتل واسمك واسم المدرسه والعنوان بتاعها، وشويه برضو معلومات هتبقى موجوده في الفورمز اللي هتيجي تملاها من اول معرض يعني في مدارس محلي، قصدي في محافظات محلي من اول المحلي، وفي محافظات من اول الجمهوري الاونلاين. ثواني بس اوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. ودي بيبقى شكل الفورمز اللي انا قصدي عليها، يعني اللي هي بتبقى فورمز كتير قوي. فانت طبعا هي تقريبا بتبقى 12 صفحه حاجه زي كده، وانت الصفح اللي انت اللي ملهاش علاقه بالمشروع بتاعك انت بتدلتها بقى، انت بتشيلها ايه بتملى الصفحه اللي هي ليها علاقه بالبروجكت بتاعك بس. الاسئله دي بتبقى موجوده اصلا في الفورمز اهو، فورم 7 اهو، يعني دي يبقى ايه لما نيجي نروح على المشروع بتاعنا يبقى في فورم 7 بقى المفروض، بس كده يعني، تمام؟ بس احنا اصلا احنا عاملين نو فهي مش موجوده يعني، بس ده القصد. فبس كده دي كانت مقدمة عن الجاي، والبوستر ده الأوتبوت بتاع الريسيرش كله اللي انت هتعمله. فنخش بقى ايه على الريسيرش. ودلوقتي يا جماعة ننتقل للجزء بتاع الريسيرش. طبعا أول حاجة أنت لما تيجي تسرش على معلومة بيبقى في أنواع من المصادر، عندك مثلا الكتب، عندك الجورنالز، عندك ريسيرش بيبرز، عندك برضو الويب سايتس. فدلوقتي هوريكم أشكال لكل واحدة فيهم. أول حاجة بالنسبة للويب سايتس، فمثلا دلوقتي ده موقع لمنظمة الصحة العالمية. ده هنا مثلا ارتكل عن الكانسر، فهنا جايب معلومات يعني عامة. فده
يعني سورس انت ممكن انك تجيب منه معلومات. تمام، ده هنا بالنسبه للويب سايتس. هنا بالنسبه بقى للريسيرش بيبرز، فده بيبقى شكلها، هي بتبقى بي دي اف كده في عدد من الصفح، بيبقى فيه بقى معلومات وهكذا، وبيبقى عندك برضو ايه معامل لكده. وهنا بيبقى فيه بعض المعلومات، وفي الاخر خالص بيبقى فيه السيتيشن بتاعه. تمام. بالنسبه بقى للكتب، فده بيبقى شكل الكتب. فدلوقتي احنا هنخش على الكتاب نفسه، وايه ونقعد نقرا نقرا نقرا. تمام. فدي الانواع المصادر اللي انت ممكن تجيب منها معلومات. دلوقتي بقى يا جماعه ننتقل لحاجه مهمه جدا، وهي حرفيا هتبقى اهم حاجه في البوستر بتاعك، اللي هي الريفرنسز او السيتيشن، او ان انت حرفيا آه بتنسب الشغل او بتنسب المعلومات اللي انت جبتها دي لاصل الشخص اللي عمله. فالسيتيشن ده بيبقى فايدته ايه؟ ان انت ما تبقاش اللي هو خدت معلومات او ان انت عملت سرقه. فانت بتنسب المعلومات اللي انت خدتها دي للسورس اللي انت خدتها منه. يعني مثلا دلوقتي انا مثلا الكتاب ده خدت منه معلومه، فانا كتبت ان انا المعلومه كذا 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 خدتها من الكتاب، وبعمل كده كده يعني بعمل المعلومه دي كده كده منشن اصلا في البوستر. يعني مثلا هنا لو جيت هنا، مش ابستراكت اكيد لا، تبقى فين؟ هنا هو مثلا، ده هنا اصلا انتكست سايتيشن، ده انتكست سايتيشن، ده هنا انتكست سايتيشن. فاصلا انا المعلومات اللي انا باخدها دي بنسيبها في السايتيشن. وكده كده اصلا السايتيشن اللي احنا بنعمله بيبقى اي بي اي 7 سايتيشن. ده بيبقى نوع من انواع السايتيشن، وفي اصلا كذا نوع يعني، بس هنا اللي احنا بنستخدمه بيبقى اي بي اي 7، سواء في الكاب يعني او سواء في ايسف. تمام. حابب برضه انوه بقى على نقطه اصلا غلط، يعني غلط واحنا عملناها، اللي هي نقطه الدي او اي لينك. الدي او اي ده اللي هو بيبقى اللينك ده، اللينك ده بيبقى بتاع لينك البيبر. تمام. سواء لينك البيبر، او سواء لينك الويب سايت، او سواء اصلا لينك الكتاب، اللينك ده اصلا ما بيتحطش، لان انت اصلا يعني الدي او اي اصلا بياخد مساحه، وانت اصلا المساحه اللي انت لو شلتها تقدر انك تحط اصلا عدد الريفرنسز كتير، وده كده كده اصلا بيبقى في مصلحتك يعني. فيعني يفضل انك اصلا ما تزودش عن 11 ريفرنس، وانك تحط اصلا احسن 11 عندك. تمام. بس احنا حاطين بتاع 11 12 او حاجه زي كده يعني. تمام. عاوز برضو اعرفكم نقطه برضو مهمه جدا. انت مثلا لما تيجي تجيب ريسيرش بيبر جوجل سكولر، نكتب مثلا الايه treatment of AF مثلا. دلوقتي مثلا عجباني البيبر دي. تمام. ازاي اخد السيتيشن بتاعها؟ البيبر دي موجوده اهي. تمام. بفتح هنا، وباخد السيتيشن بتاع اللي هو ايه اي بي اي. وكده كده اصلا حتى جوجل سكولر مش بيبقى حاطط دي او اي لينك. فده السيتيشن الصح اللي انت تاخده منه. تاخد هنا كوبي، تيجي ايه حطه بيست عندك في السيتيشن. فدي برضو معلومه مهمه لازم انكم تكونوا عارفينها. فانت بدل ما تخش بقى على سايتيشن اصلا، قصدي اللي هو المواقع اللي بتعمل سايتيشن اوتوماتيك، فلا انت ممكن تاخده اصلا جاهز من جوجل سكولر. هو في مثلا لو انت جبت حاجه كانت بره جوجل سكولر وانت عاوز تعملها سايتيشن، ساعتها ممكن تستخدم عادي تولز الاي اي يعني. او في طريقه ممكن تعملها مانوال، يعني ان انت تكتب فيها سيتيشن بايدك. هبعتها لكم على الجروب عامه، ان انت ازاي الفايل كده بيبقى فيه انواع السيتيشنز، وانك برضو انك تعمل سيتيشن بايدك يعني. عشان انت مثلا لو ما لقيتش السورس، او برضو الاي اي ما عرفش ان هو يعمل برضو السيتيشن، فممكن تعملها انت بايدك يعني عادي. تشوف المعلومات اللي هي تبقى مطلوبه منك، وبعد كده عادي ان اي تعمل سيتيشن بايدك. دلوقتي ننتقل لان احنا ازاي اصلا ندور على معلومات. اول حاجه، انت الموقع الاشهر في البحث العلمي كله هو موقع جوجل سكولر. تمام. انت بتكتب هنا جوجل عادي، جوجل سكولر على النت، وبيجي لك ايه الموقع ده. الموقع ده فيه كل البيبرز اللي انت كنت تتخيلها عامه. في برضه موقع تاني اللي هو ايه ساينس دايركت. انت برضه ايه الموقع ده، انت برضه ممكن انك تسيرش عليه برضه، وانا برضه كنت بسيرش عليه اوقات يعني جنب ده. واصلا جوجل سكولر انت ممكن تدور على بيبرز، والبيبرز اللي جواه تبقى اصلا تبقى ساينس دايركت، تضغط عليه يفتح لك اصلا موقع ساينس دايركت. تمام. فهو الموقع ده بيبقى اشمل، وبيبقى مليان كتير يعني، بيبقى مليان معلومات كتير قوي. وزي ما قلت لكم، انت مثلا اللي عايز تاخد سيتيشن، فانت بتعمل كده اهو. تمام. تاخد الاي بي اي كده وخلاص. فده بالنسبه للسورسز اللي انت ازاي انك تدور عليها على معلومات. برضو تريكات الريسيرش بيبرز. اول حاجه، ازاي تعرف ان الريسيرش بيبر دي تبقى هي البيبر المناسبه اللي انت هتكمل فيها، واللي انت هتكمل قراءتها يعني. اول حاجه طبعا العنوان. العنوان اصلا بتعرفه منين؟ لما تيجي تسيرش، طبعا بيبقى فيه عنوان، يعني بيظهر لك هنا مثلا عنوان. انت عن طريق البرومبت اللي انت بتكتبه، لو جالك عنوان مناسب وحاجه حاسس ان هي فعلا دي اللي انت عايزها، بتبتدي ايه تضغط. بعد ما انت بتضغط بقى والبيبر بيفتح معاك، اول حاجه انت بتعملها بتقرا الابستراكت. لو حسيت ان الابستراكت، اصل الابستراكت دي بتبقى عباره عن ملخص البيبر كلها، ملخص المشكله، ملخص الريزلتس، ملخص الكونكلوجن، وفيها كل حاجه.
تمام. فانت بتقراها، لو حسيت فعلا ان الكلام اللي مكتوب ده مطابق فعلا اللي انت عايزه، بتبتدي بقى ايه تنزل تحت، بتشوف بقى ايه الفيجرز الموجوده في البيبر. لو لقيت الفيجرز فعلا تحس ان هو لا دي فعلا ريليتد قوي المشروع بتاعي، سواء ماتيريالز بقى او سواء اصلا ريزلتس موجوده او سواء اي حاجه، يعني انت اضرب مشروعك، فساعتها تقول خلاص البيبر دي فعلا مناسبه جدا وايه وانا هقراها. وبرده تبص على الانترودكشن دي، يعني هقول لكم ليه، بص في السيشن في السيشنات بتاعت البوستر هتبقى لي مهمه. لان اصلا الانترودكشن دي انت المعلومات اللي فيها انت غالبا اصلا تستخدمها في ان انت تكتب المعلومات عندك في البوستر. لان برضو في الانترودكشن بيبقى فيه معلومات واحصائيات وكلام مهم عامه انت هتحتاج انك تكتبه اصلا، سواء في الابستراكت او في الانترودكشن او في اي حته تانية في البوستر لسه بشرحها قدام يعني. تمام. فانت اول ما تتاكد ان فعلا الثلاث حاجات دول اللي انا قلت عليهم دول موجودين، فخلاص تتاكد ان البيبر دي ساعتها هتبقى مناسبه جدا ليك. تمام. بس كده. ودلوقتي بقى يا جماعه ان احنا هننتقل في اخر جزء في الفيديو، اللي هو بقى ازاي تجيب الفكره، يعني بعد ما عرفتك المصادر، بعد ما عرفتك السيتيشن، بعد ما عرفتك اللي هو اهميه البوستر، فخلاص ننتقل بقى ان احنا ازاي نجيب الفكره بتاعتنا. اول حاجه كنت عاوز اعرفكم عن الفكره بتاعتي. الفكره بتاعتي هي اول حاجه هي بيوميديكال انجينيرنج. تمام. والفكره عباره عن الجهاز بيبقى فيه موديل مدمج. الجهاز ده فيه الكترودز. تمام. الالكترودز دي بتتلزق على جسم المريض في المناطق دي كده بالظبط. وبعد كده احنا بنشغل الجهاز، والجهاز بيبتدي ان هو يقرا الاشارات الكهربائيه بتاعه الجسم المريض، والاي اي موديل بيترجمها، وبيعرفنا بقى ساعتها هل الشخص ده عنده فعلا اتري فيبريشن ولا ما عندوش. الاتري فيبريشن اصلا ده بيبقى مشكله في القلب، يعني بتبقى زي هنا مشكله في الريتم بتاع القلب. هنا ده نورمال اي سي جي، وهنا ايه ده الاتري فيبريشن. تمام. ده ايه باختصار الفكره بتاعتنا. طبعا انت الفكره مش بتجيبها من يوم وليله، ولا بتيجي في دماغك برضو مره واحده. هي بتبقى عباره عن تدريجات، يعني اصلا فكرتنا في الاول ما كانتش كده خالص. يعني هي الفكره بتاعتنا في الاول احنا كنا عاوزين نعمل زي ساعه، والساعه دي زي سمارت ووتش عادي بتاعت ابل، بس هي كانت ب 1000 دولار يعني. الساعه السمارت ووتش بتاعت ابل وبروفيشنال جدا في حوار القلب. بس ب 1000 دولار يعني ستيل غاليه. فاحنا قلنا عايزين نعمل حاجه زيها بس تبقى رخيصه ومش عارف ايه. فاكتشفنا ان هي هتبقى صعبه ومش عارف ايه، وبنسبه كبيره هتبقى نوت ابليكابل، يعني لان هي برضه هيبقى فيها شويه عيوب. وقعدنا برضو ان احنا نشوف الاجهزه القديمه اللي اتعملت، اللي بتكشف برضو امراض القلب وهكذا. وفضلنا ان احنا ندور كتير عامه يعني لحد ما احنا وصلنا اللي هو كان عن طريق حرفيا سنسور اردوينو. يعني هنا اردوينو بورد، وكان في سنسور اللي هو اي دي اي 232، اللي ده سنسور اصلا ب 400 جنيه، وبورد اردوينو كان ب 300 جنيه، وشويه الالكترودز اصلا كل الكترود فيهم 15 جنيه، تقدر ان انت ايه ترسم الجراف بتاع القلب ده. تمام. فاحنا قلنا ياه، طب ادام احنا ممكن اصلا بكومبوننتس يعني رخيصه جدا نقدر ان احنا نعمل رسم قلب اللي هو الاي سي جي، فليه بقى احنا ما نعملش اي موديل يقرا الاي سي جي دي بقى، وايه ويقول لنا ساعتها هل ده مريض ولا مش مريض. تمام. فهي ايه الفكره بتيجي كده مره واحده عن طريق ريسيرش كتير، وانت بتقعد تفكر كتير اصلا هل الفكره دي تبقى مناسبه ولا لا وهكذا. ف اول حاجه انت اصلا بتيجي تعملها، انت بتيجي تدور على فكره، انت بتحدد حاجه تحاول انك تشتغل عليها. يعني مثلا دلوقتي انا زي ما قلت لك قبل كده، انا كنت حابب ان أنا اشتغل على حاجه ليها علاقه بالكمبيوتر ساينس، وفي نفس الوقت برضو ان انا اعمل لها دمج ما بين الكمبيوتر ساينس والحاجات الطبيه. فانا كنت محدد سابقا انا حابب اشتغل على ايه. فانت برضو شوف انت حابب انك تشتغل على ايه، حابب انك مثلا تشتغل على الافكار الطبيه مع الكمبيوتر ساينس، حابب انك تشتغل اصلا في افكار كيمستري في باي كيمستري. ف يعني شوف الكاتيجوري اللي انت حابه. وبرضه هبعت لكم برضه مسج فيها كل الكاتيجوريز اللي هي بتبقى عليها العين من المقيمين، لان برضه في كاتيجوريز انت ممكن تخش فيها ممكن تخش فيها عادي معرض، بس مش بيبقى عليها العين، يعني عليها العين يعني. اللي هو مثلا زي كاتيجوريز الماس، يعني انت ممكن اصلا تكون الوحيد اللي في محافظتك داخل بالكاتيجوري ده، واصلا وما تتاهلش كمان. مثلا كاتيجوري مثلا زي الترانسليشن ميديكال ساينس، باي كيمستري، الكيمستري، بايوميديكال هيلث ساينس، الحاجات دي مثلا بيبقى ايه عليها العين شويه. فانا هبعت لكم برده مسج يعني على الجروب اللي هو بالكاتيجوريز اللي هي عليها العين واللي ما عليهاش العين، يعني اللي هو يعني يفضل انك تبعد عنها. اه يا جماعه كاتيجوري انرجي يعني اللي هو مشاريع الطاقه بقى مش عارف ايه، يعني ما عليهاش العين، ودي مشاريع اصلا اول حاجه ما بيأهلوهاش، فيا ريت انكم تخشوش انرجي، يعني شوفوا اي حاجه تانية، لان خلاص دي مشاريع اتهدت حرفيا. أم، فنرجع تاني لموضوعنا. انت اول حاجه زي ما قلت لكم ان انت بتحدد الحاجه اللي انت حابب تشتغل عليها، بعد كده بتخش بقى ايه على ايسو بروجكت وورد زي ما انا اتفقت معاكم. انت بتخش على ايسو بروجكت وورد، ايسو بروجكت وورد هنا. وانا مثلا حابب ان أنا اشتغل على ميكانيكال انجينيرنج. تمام. فقاعد بلف لفه على كل المشاريع. انا مثلا عجبني المشروع ده، اخش واقعد اقرا الابستراكت بتاعه، ايه الفكره اللي جابها ومش عارف ايه وهكذا، وي 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 وهكذا.
واقعد اقرا واشوف. تمام. بس انت بقى بتقعد تلم افكار كتير قوي، وبعد ما انت بتلم افكار بقى ساعتها انت دماغك هيكون تفتحت شويه من حيث المجال اللي انت بتشتغل عليه. فبعد كده انت يعني بتحاول انك تدور على مشاكل اللي في المجال اللي انت حابب انك تشتغل عليه. مثلا مشاكل يعني مثلا بالنسبه للطب، فانت مشاكل من حيث مثلا الاسعار الغاليه للتشخيص، الامراض المميته مثلا زي امراض القلب، ازاي مثلا ان احنا نرخص سعر الادويه، اي حاجه. وانت بتقعد بقى تنقي ما بينهم بقى لحد ما تختار مشكله فعلا انا كطالب اقدر ان انا اشتغل عليها. تمام. تبقى ابليكابل فعلا، وفي نفس الوقت خلاص اقدر ان انا اعمل لها بروتوتايب واطلع منها ريزلتس. تمام. بعد ما تتاكد ان هو المشكله دي اقدر ان أنا اعمل فيها الثلاث حاجات دول، خلاص تبتدي بقى انك تفكر فيها. يعني مثلا مشكله ان انا ارخص سعر الدايجنوزس، هل اقدر اعملها بروتوتايب؟ اه. هل اقدر مثلا ان انا اطلع بيها ريزلتس؟ اه. خلاص هستخدم اشوف المشكله دي، واقعد بقى ايه ادور على الامراض اللي الكشف بتاعها غالي وارخصها. تمام. فاحنا ايه قعدنا ندور على مثلا امراض القلب، لقيناها مثلا امراض متفرعه كتير قوي. فلقينا مثلا اكتر مرض بيبقى ايه غالي وفي نفس الوقت برضه يعني مميت قوي، فلقينا الاتري فيبريشن، فاشتغلنا عليه. فانت بتبتدي تمشي بالتدريج ده، انت بتدور على مشاكل اللي بتقابل المجال بتاعك، وبتقعد بقى ايه يعني تنقي ما بين بقى المشاكل دي كلها وتشوف ايه هي اكتر مشكله فعلا تقدر انك تشتغل عليها. وبتقعد بقى ايه تدور على ريسيرش بيبرز للمشكله دي. يعني مثلا دلوقتي هاي برايس اوف diagnosis، اي حاجه كتبتها مثلا، دخلت على اي بيبر، فانت تقعد تقرا ده. فانت بتقعد بقى تقرا في بيبرز وتلم افكار كتير وتلم مشاكل كتير وهكذا. وخلي بالك يعني ما تمس... يعني انت البيبرز اللي انت تفتحها ما تمسحهاش، يعني سيبها اللي انت ممكن تحتاجها اصلا في مره في البوستر وانت بتيجي تكتب. فاظن كده ان انا خلاص خلصت الفيديو، والسيشنات الجايه هتكون اهم سيشنات في القناه كلها، لان احنا هنبتدي ان احنا هكتب البوستر بتاعي تاني كله من اول وجديد، من اول لاخره بالتفاصيل، واقول لكم ازاي ترسموا الفيجرز بقى، وازاي انك تكتب ابستراكت وانترودكشن وهكذا. ولو حد عنده اي اسئله واي اقتراحات يبعت، يعني ما يتكسفش. واه حابب ان انا اقول برضه نصيحه، يعني يا ريت انك ما تتكسفش في انك تسال على معلومه. يعني مثلا دلوقتي انت خلصت المشروع بتاعك وحابب ان انت حد يقيمه لك، ما تكسفش مثلا ان هو تروح تسال حد هو اجتماعي بقى وبتخاف انك تتعامل مع الناس، لا يا ريت. يعني عشان ايه احنا كلنا اكيد في المشكله دي، يعني احنا مثلا تخاف حد ينتقدك او حاجه، فلا يعني. يعني انت ايه خدها بصدر رحب وخلي حد يعني ايه مثلا جلوبال فاينلست ان هو يقيم لك فكرتك ويطلع لك فيها كل العيوب، لانه كل ما يطلع لك عيوب اكتر كل ما تعرف ان هو فعلا اللي هو ده بيفيدك، شخص بيفيدك فعلا، وهو ايه هيساعدك ان انت تطور فكرتك. بس وبرضه ما تكسفش انك تكلم دكاتره مهندسين، يعني عشان برضه هم هيفيدوك في حاجه زي كده. وبس كده ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات جايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.